انت مش ناوي تجيبها البر ليه؟ انا ما عملتش حاجه غلط. لا انت كل حاجه بتعملها غلط. اما تجيني متعور وتالف قصه يعني انت ابتديت تكذب، واما كل يوم والتاني يستدعوني في المدرسه علشان انت عامل معركه ومرفوض يبقى انت برضو بتعمل حاجات غلط، ولا ده في عرفك صح؟ قاعدين لوحدهم وبيرسموا بني ادمين وبيطرد زميلي وبيعتدي عليه. عايزين اشوف كل الكلام ده واسكت؟ ايوه تسكت خالص وتحط لسانك في بقك. انت في المدرسه دي مجرد طالب يا عبد الرحمن، في مدرسين وناس اكبر منك وفاهمه اكتر منك، بس مش ملتزمين اكتر مني. اللي انت بتعمله ده ما اسموش التزام، ده اسمه قله ادب. تعالى هنا. رايح فين؟ رايح اصلي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى هنحط مكتبك. مكتبي؟ اه طبعا، امال ايه؟ وانا افهم ايه في الشغل؟ مش مهم تفهمي حاجه في الشغل، المهم ان انت تبقي جنبي. يا ابن اللعيبه. تعالي بقى نخش نقعد جوه نتكلم بهدوء وافهمك اصول الشغلانه بالظبط. يا ميار هات 2 عصير. فورا يا عابد بيه، بس ممكن من فضلك كلمتين؟ عايزه ايه يا ميار؟ ثانيه واحده يا بنتي قولي، ما بخبيش حاجه على اجلال. طب شوف ميرا عايزه ايه وانا هستناك جوه. ماشي. عايزه ايه؟ في ايه؟ مبروك يا برنس. مبروك على ايه؟ شكلك ظبطت جامد. اخلصي، ده اللي عايزاني فيه ولا في حاجه تانية؟ لا، صاحب المكتب عايز ايجار الشهور المتاخره. وده وقته يعني؟ ده كان عايز يخش لك وهي معاك لولا ان انا مشيته بالعافيه. لا لا لا، بقول لك ايه، اليومين دول ما ينفعش كده خالص. انا قلت له الاسبوع الجاي هنديله كل الشهور المتاخره. بعدين. يا رحمة مش معقولة الطريقة اللي بيتعامل بيها عبد الرحمن. هو انت يئست منه بالسرعة دي؟ مش يأس، إنما الولد فعلا محتاج مساعدة. إحساس الزعامة بيكبر جواه كل يوم، حاسس إنه هو الوحيد اللي بيفهم في الدين. ده ناقص يقول إننا مش مسلمين. بصراحة مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش، أنا بقولك الكلام ده من خوفي عليه. أنا اتكلمت مع أول ولد اللي عبد الرحمن ضربه وأقنعته بصعوبة ما يعملش بلاغ في الاسم، وهيبقى موجود هو وأمه لما تيجي مع عبد الرحمن، وهنشوف هنحل المشكلة دي إزاي. ملف مين ده حضرة الوكيل؟ ده يا سيدي مدرس العربي الجديد، بس على الله بقى يطلع ابن بلده ويفهمنا، ما يطلعش شبه قراقوش اللي بيحكمنا. وتفرق معاك في ايه؟ ما هو لو شبهنا يبقى معانا، انما لو شبهه المشرحه مش ناقصه قتله يا سبخيت. نورت المدرسة يا أستاذ طارق. منورة بوجودك يا حضرة الناظر. وإزاي قدرت تسيب اسكندرية؟ دي أكيد هتوحشك. هنعمل إيه بقى؟ ظروف يا فندم. عموما إحنا منتظرينك بقالنا مدة، وأنا بالذات عشان هتبقى مكاني وتاخد جدولي واتفرغ أنا للإدارة. والله يا فندم مش عارف نقول لحضرتك إيه. ده من حسن حظي إني أكون بديل لأستاذ عظيم زي حضرتك. شكرا يا أستاذ طارق. أو يمكن من سوء حظي، لأن الفرق هيبقى واضح ما بين علم حضرتك الواسع وعلم المتواضع. شكرا على المجاملة يا راجل. طب خليني أعرفك على الطلبة عشان هتبتدي على طول. اتفضل يا فندم. اتفضل. طبعا أنا حكيت للأستاذ طارق عنكم وقلت له إنه أنتم من خيرة الطلب تهذيبا والتزاما واجتهادا، فعاوزكم تثبتوا صحة وجهة نظري وتمشوا على طريقة الأستاذ طارق في تدريس المنهج. أنا الحقيقة أتمنى إني أقدر أسد ولو جزء بسيط جدا من الفراغ اللي هيسيبه أستاذي وأستاذكم العظيم الأستاذ ياسين. متشكر يا أستاذ طارق. إيه يا حبيبي؟ في ناس عايزة حضرتك في المكتب. طب يلا بينا. طيب يا أستاذ طارق، أنا هسيبك دلوقتي مع الطلبة بتوعك، وزي ما وصيتكم يا أولاد بياضوا وشي. سلام. ممكن بقى نهدى شوية؟ أنا عارف طبعا إنكم بتحبوا الأستاذ ياسين، هو فعلا إنسان يتحب. بس أنا بقى ليا طريقة مختلفة خالص عن أي حد. الحكاية كده في جملة واحدة ومن الآخر، تذاكروا ما قل ودل. فاهمين؟ اتفضل. طب ممكن حضرتك توضح لنا أكتر؟ اتفضل. المنهج طويل وسخيف، ولو قعدتوا تذاكروه زي ما هو مكتوب هتضيعوا وقتكم وهتنجحوا بالعافية. أنا بقى عندي المختصر المفيد.
افتحوا كتاب النصوص وطلعوا القصيدة المقررة عليكم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي. طبعا انتوا عارفين أحمد بيه شوقي ده تربية الأمراء والقصور. افتحوا الصفحة. الحيوان خلقه له وعليك حق، سخره الله لك وللعباد قبلك. هي دي القصيدة اللي دايما بتيجي في الامتحان وبقالها 10 سنين ما اتغيرتش، والأسئلة بتيجي فيها سهلة. أنا هشرح لكم باقي القصيدة. الجزء اللي هقول لكم عليه هو اللي تحفظوه والباقي تنسوه، ماشي؟ في حد عنده أي أسئلة؟ طيب نبتدي الدرس. وكانت هتفيدني بايه الاعتذارات لو عين ابني كانت راحت؟ وبعدين انا مش فاهمه ازاي طالب عايز يعين نفسه قيم على بقيه الطلبه وكمان عايز يربيهم بالعصايه؟ هو اصلا متربي فين ولا جاب الافكار دي منين؟ يا مدام مروه، عبد الرحمن متربي في بيت فاضل، ووالدته السيده رحمه انسانه متعلمه وفاضله، وانا متاكد ان حزنها كان كبير لما عرفت باللي حصل. يا فندم أنا بكرر أسفي ومستعدة لأي حاجة تأمروا بيها. يا مدام. يا ست رحمه، مفيش اسف ولا اي حاجه. اشرف زي ما هو ابني برضه عبد الرحمن ابني، وانا مقدر حماسه الواد واندفاعه. لكن لو يسمح لي الاستاذ ياسين اقول كلمه. اتفضل يا بيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. مش هي دي القيم اللي احنا بنربي عليها اولادنا؟ ولا انا غلطان يا استاذ ياسين؟ عداك العيب يا استاذ. سامع الكلام ده يا عبد الرحمن؟ ده الكلام اللي بنحاول نزرعه في الولاد عندنا، ومتأكد ان السيدة رحمة عارفة الكلام ده ومقدراه. بس زي ما انت عارف حضرتك، مع الأسف ولادنا ما بقوش تحت تأثيرنا وبس، ده في حاجات كتير تانية بتأثر عليهم. يا فندم أنا بعتذر بالنيابة عن عبد الرحمن مرة تانية. يا حاج رحمة، احنا جايين مش عشان الاعتذار، دول اخوات وزملاء. احنا جايين علشان حاجة واحدة بس، ان اللي حصل ما بينهم ده ما يتكررش تاني. لان لو اتكرر تاني لا سمح الله هيجي يوم مش هنعرف نعيش فيه مع بعض. لا سمح الله إن شاء الله ما يحصلش. قوم يا عبد الرحمن اعتذر لأخوك أشرف. أنا آسف يا أشرف، ما تزعلش مني. خلاص عبد الرحمن، مفيش حاجة حصلت. تسمحوا لي أستأذن علشان الشغل؟ نستأذن احنا كمان. أنا مش عارف أشكركم إزاي. لو حصل أي حاجة أنا والمدرسة تحت أمركم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلوا انتوا كمان على فصولكم. اتفضلوا.